مومياء محافظة قنا، انتقام الأب وبخل السنين والبيت الرعب اللي هنخش فيه دلوقتي. المقدمة كده تخيل براندون فريزر بس في محافظة قنا، وبالتحديد في قرية اسمها خزام، والسخرية الكافية ان كلمة خزام يعني لافندر الجميل، ولكن مش النهاردة. خلاص احنا ان شاء الله كده من كتر الجرائم اللي بنشوفها وبنقول اللي بنتكلم عليها هناكل طباشير ونلحس في شبابيك. مساء الغموض، مساء الدراما السوداء المنيله بنيله، الفحم البلاك الاسود اللي طالع من قلب الواقع. حكايه النهارده قصه لسه طازه سخنه طالعه من الفرن. يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، نرفع شويه القناه يا رجاله. ايدكم معانا يا ستات كمان. جريمه النهارده مش قصه من فيلم هوليوود ولا لعنه فراعنه، دي قصه من قلب الصعيد الجواني، واللي بيطلع من الصعيد الجواني ملوش حديث ولا ليه كبير ولا ليه حكومه. انا الحكومه. من النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه، انا الحكومه. احنا في قلب الصعيد الجواني، وبالتحديد في قرية خزام محافظة قنا، والتاريخ يوم 18 يناير 2026. تخيل كده راجل داخل الوحدة الصحية بتاعت خزام وماسك في ايده ورقة بكل برود وكل ثبات انفعالي، يحسدوا عليه عادل أديب في أفلامه، ويطلب تصريح دفن لمين؟ لسارة بنته. الراجل كان ماشي في الإدارة بيخلص أوراقه، وكأنه بيخلص أوراق موتوسيكل مخرطة كده في السريع، مش كأنه فاقد ضناه وبنته ونور عينه. بس القدر بقى إن ربنا بعت له مفتش صحة من بتوع زمان، قلبه حي وعينيه رادار وضميره صاحي اكتر ما انا فاتح عينيا دلوقتي. انا فاتح عينيا صح؟ اوكي. المفتش اول ما رفع الغطا عن الجثه عشان يشوف الموضوع ايه، اتسمر في مكانه والدم هرب من عروقه. المفتش بص للاب كده وقال في سره: يا دي النيله السوداء على دماغنا، هي دي واحده صحيه ولا مقبره وادي الملوك؟ ايه يا ابني اللي انت جايبه ده؟ بس يا ترى ليه المفتش قال كده؟ اللي خلى المفتش يتسمر في مكانه ان الجثه شكلها مرعب، وكانت عباره عن هيكل عظمي وعليه طبقه جلد خفيفه جدا على العظم، والجثه كانت في حاله جفاف تام ومجاعه، وتخلي فكره ضمامي الفيلم اللي احنا كلنا عارفينه واتمنى ان انتوا عارفينه ان هم يعملوا اعاده تركيز مره تانية ويعملوا فورمه عشان بس الموميات الموجوده في فيلم ضمامي يطلعوا المستوى اللي كانت فيه ساره. المفتش بقى جاب من الاخر، قفل المكتب ورافض يطلع تصريح، وفورا طلب البوليس: عايز تصريح دفن؟ خش السجن. ترى يا معلم انت بتقفل الباب ليه يا معلم؟ هنرقص دانس يا روح امك. ومن هنا بدأت ملامح بيت الرعب اللي سارة كانت عايشة فيه في آخر أيامها. تعالوا بقى نفصص الدراما اللي ورا الكواليس. والحكاية هنا مش مجرد قسوة، لا، دي حكاية تصفية حسابات قديمة، حكاية الأب حمدي والأم وانفصالهم عن بعض من سنين، وكل واحد فيهم قرر يفتح برانش جديد لحياته. الأم اتجوزت من جديد وشافت حياتها، والأب ما كدبش خبر، حمدي على طول اتجوز وشاف حاله هو كمان. وبالنسبة لسارة زوجة الأب، هي كانت الكابتن بتاع البيت، وهي كانت الCEO او المديرة الفنية للتعذيب في البيت. ومن هنا بدأ الاب حمدي يطبق نظرية كيد الحموات، بس بنسخة درامية شوية او اجرامية قوي. وللأسف سارة هي كانت الرهينة اللي في النص والضحية اللي في النص. طبعا الاب دلوقتي عايز يضايق طليقته او يضايق الست اللي كان متجوزها قبل كده اللي هي ام سارة، وللأسف سارة هي الضحية اللي في النص وهي اللي كلت هوا. فكان التفكير العبقري ازاي حمدي يطلع كل مضايقته من الام لسارة، وقرر الاب حمدي انه يفرمل مستقبل سارة بنته، نور عينه، حبيبته. المفروض اي اب يكون الحنان والحب والحماية للبنت. فحمدي جاب من الاخر ومنع سارة من التعليم بالمرة. البنت سارة كان نفسها تروح المدرسة، تشوف حياتها، تشوف الدنيا، وكانت طموحاتها زيها زي اي بنت عادية، تخرج تشوف الدنيا، يكون ليها ظهر ويكون ليها أب يحبها ويخاف عليها. لأن في معظم الأحيان البنت لأبوها هو أول حب في حياتها، هو الظهر والحمى اللي بتتسند عليه وقت الأزمات. ولكن للأسف سارة الأب حمدي كان قلبه أسود وقلبه ميت، وكان كل هدفه انه يطلع غله الاسود بسبب مشاكله الشخصيه مع مراته القديمه، ويطلع كل ده في ساره. فلما ساره يا حرام سالت الاب وقالت له: يا بابا التعليم المدرسه، رد الاب وقال لها: طبعا شوفي يا حبيبتي العلم في الراس. الاديتور هينزل الفيديو. طب العلم في الراس مش الكراس. وبعد كده قرر وقال لها ان هو مفيش تعليم بالمره، والراس دي احنا بقى هنحبسها خالص، وهنحطك انت وراسك في اوضه ضلمه تماما. والسبب الحقيقي ورا الكلام ده اللي عمله حمدي ان هو كان بخيل
بخيل، مش عايز يدفع ولا مليم احمر ولا ابيض ولا تشركواز. ليه؟ لنفقة الام، عشان لو البنت راحت عاشت مع امها كده مضطر حمدي ان هو يدفع فلوس للام، وحمدي بخيل جله مش عايز يدفع مليم احمر لبنته حبيبته نور عينه، فقرر انه يوفر الفلوس ويحبس بنته في اوضه ضلمه، وقرر ان هو ياخد البنت عنده غصب ويحرمها من اي فرصه حياه او تشم نفس او تشم هوا او تخرج زيها زي اي بنت مع صاحباتها بره ويشوفوا الدنيا. الاب حمدي هنا كان بيعمل زي ميكس تيب رعب سريع، حاجه كده زي بخل نجيب الريحاني وقسوه محمود المليجي، ميكس كده فريش مع بعض. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعه كده مين اللي بيقول كده؟ الحته كلها بتتكلم عليك بتقول انت اوسخ راجل وازبل واحد في المنطقه. من كتر الحبس في الاوضه الضلمه ساره حاولت تفضل تصرخ لفتره طويله، لان ابوها كان بيعذبها كتير لدرجه انه كان ساعات بيسلخ جلدها. وفي الحاله دي ظهر العقل المدبر في القريه، وهو ما يسمى الجلسه العرفيه. انا عارف انتوا هتقولوا لي ايه، معلش سامحوني، ما تعليق. عندك تعليق؟ ارزعوا في الكومنت. وطبعا قعدوا الاكابر بجلالبهم وعمامهم وعملوا نفسهم في فيلم الزوجه الثانيه او دعاء الكروان، وحاولوا يقنعوا الام يا ست الناس دي لحمك ودمك، دي حبيبتك، الستر زين والبنت بنتك ولحمك ودمك. ولكن في الاخر قرروا انه البنت مكانها مع ابوها، هو اللي يحميها ويحبها ويحافظ عليها وهو اللي يلمها. ممكن حد يشرح لي ايه يلمها دي في التعليق الله يخليكم؟ هي مبعتره يعني البنت؟ يا جماعه الستر ده للبيوت المستوره مش للزنازين المصفحه بسلاسل. سلاسل. ساره رجعت البيت مع ابوها بعد الجلسه العرفيه وبضمان من الناس ان محدش هيلمس شعره منها، وبسبب الكلمتين دول حمدي اخدوا الغضب اكتر وقرر انه فعلا محدش يلمس شعره من راسها، بما معناه حمدي حلق لها 0 بموس بارد. احنا بنتكلم لسه عن الاب، اب البنت اللي حنين اللي ياخد باله منها، مش السفاح اللي ما عندوش دم ولا عنده قلب ولا رحمه. والجلسه دي طبعا زي ما تقول كده كانت من فيلم فيتال ايرور او الغلطه القاتله اللي خلت ساره تختفي عن الرادار الامني لمده 13 شهر، سنه وشويه. هي مش السنه 12 شهر؟ تعرفش؟ لازمتك ايه؟ اطلع بره. ربنا لك الحمد وشكرا. الاب كانت شروطه واضحه جدا، الام تتنازل عن موضوع النفقه ده، والبنت تتنازل عن محضر التعذيب القديم، يعني نظام سلمني نضيف اسلمك نضيف، بدل ما يقلبوا الاوضه كلها تكساس تشين سو. تعالوا نرجع لساره. ساره عاشت 13 شهر في اوضه ضلمه تماما، مربوطه بسلاسل، اوضه معزوله ريحتها ريحه الموت، ومتربطه بسلاسل حديد من ايديها ورجليها. للاسف الاب حمدي ومراته الاديبه قرروا يعملوا نظام دايت لساره، وهو عباره عن فتافيت عيش ونقط ميه بالقطاره، لحد ما في الشهر الاخير الاب قرر انه يوفر ويجيب من الاخر وقطع عنها الاكل والشرب تماما. ساره كان عندها احلام، بنت صغيره وشابه لسه هتكبر وتبقى ست ونفسها تتجوز ونفسها تتعلم، والاب يكون حنون عليها ويشوفها في يوم عرسها ويتمنى لها الخير ويشيل ولادها. ده الاب اللي احنا نعرفه، ده الحمى، ده الظهر اللي احنا عارفينه. ولكن حمدي ابو ساره ده ما كانش اب ولا كان راجل. وبعد ما الاب حمدي قطع عن ساره الاكل والشرب تماما، عشان ايه؟ عشان ساره ما تمشيش من البيت او تفكر تستغيث وتقعدش بقى تزعجه بمطالبها البشريه دي زي الاكل والشرب ودخول الحمام بلا مياصه ومياعه. والاستاذ الانجينير اب حمدي المهندس قرر يحفر حفره في الاوضه اللي هي كانت فيها. ايه ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، يخرب بيته. قرف ده. طيب ايه القرف ده؟ البنت اللي كان حرام خلاص هيكون عندها 20 سنه وتكون عروسه وتكبر وتتجوز، ابوها حفر لها حفره وربطها بسلاسل ومنع عنها الاكل والشرب. للاسف ساره ما تحملتش وما استحملتش كل ده وفقدت الوعي وتوفت. ولما لقوا جثه ساره لقوا وزنها وزن طفل لسه مولود، صلعاء تماما من غير شعر وكل عظمها بارز من الجلد. انا عارف المنظر صعب، ولكن ده مثال بسيط عن ايه اللي بيحصل ساعات في بعض الاشخاص، وان مش كل الرجاله يتقال عليهم رجاله او ابهات، وده مثل حي قدامنا. في كارثه، والكارثه ان كان كل اللي بيحصل ده كان بيحصل وبيتم
قدام اختها الصغيره. اختها عندها 12 سنه وكانت معظم الوقت قاعده في الصاله وسامعه كل حاجه بتحصل لساره، كل الصريخ وكل الاستغاثه. وفي بيت الرعب اللي هي كانت عايشه فيه ده البنت الصغيره كانت خايفه تفتح بقها وتتكلم بكلمه لحسن يحصل لها نفس اللي بيحصل لساره. طبعا البنت الصغيره دي محتاجه جيش من الاطباء النفسيين و3-4 كيلو من ادويه مخدره زي الابيمول والترامادول عشان بس تنسى اللي شافته الكام سنه دول. يوم 18 يناير 2026 النيابه العامه قررت تفتح الملف من الاول، واحنا النهارده النيابه العامه في محافظه قنا جابت الاب حمدي من قفاه ورموه في الزنزانه كام يوم وعملوا معاه الواجب وزياده. واحنا عارفين طبعا اسم الشرطه في مصر بيحبوا يعملوا الواجب قوي. خد يا زلمه. بالتحيات التهمة الرسمية اللي الأب لبسها هي القتل العمد بالامتناع، ودي تهمة قانونية تقيلة قوي، معناها ان انت منعت حق الأكل والشرب عن شخص تاني لدرجة انك وصلته للموت. يعني زي ما تقول كده حد ضرب نار على حد ولكن ببطء. طبعا لما حطوا مرات الأب في السجن وادوها المعاملة اللاكجوري الجامدة جدا بتاعت الشرطة في مصر، فورا اعترفت وقالت ان هم فعلا كانوا بيعذبوا سارة، وقالوا ان هم كانوا بيمنعوها عن الأكل والشرب عشان يأدبوها. تخيل البجاحة بتاعت مرات الأب والأب ان هم يقولوا ان هم بيموتوا البنت عشان يأدبوها. لا والله ونعم التأديب ونعم التعليم. ده انتوا لو بتأدبوا تنين مجنح كان زمانه بقى عصفورة يا شيخ، حرام عليك. المحامي يحيى الصغير، لا مش ده، والخال خالد مهدي قلبوا السوشيال ميديا، والتحقيقات دلوقتي بيجروا بسرعة عشان يحولوا الموضوع ده لجنايات عاجلة بتطبيق المادتين 230 و231. انا ما اعرفهمش، الاديتور هو اللي كاتب الكلام ده، بس بما معناه ده يكون اعدام مع سبق الاصرار والترصد. وفي السجن طبعا حكموا على الاب 15 يوم على ذمه التحقيق عشان بس نسوي لك الوجبه كده سريع سريع. وهو الاب دلوقتي في زنزانه، بس يا ترى هل هو حاسس بالضلمه والجوع اللي ساره كانت عايشه فيهم لمده سنه وشهر؟ في النهايه للاسف ساره حمدي ماتت بسبب عناد بين الاب وبين الام، والمشاكل لما تكون بين الاب والام والاطفال هم اللي يدفعوا الثمن ده دليل على الجهل، لان مفيش قطره حب واحده للطفل اللي انتوا الاتنين جبتوه للعالم واللي المفروض يكون قلبكوا عليه انتوا الاتنين، ونسيوا ان اللي بينهم ده انسان وبشر وضحيه اب بخيل واستخسر فلوسه واستخسر حياته وحبه ان هو يديها لبنته. وكمان ماتت بسبب الجلسه العرفيه اللي عملوها، لان هي ما كانش ليها اي 3 لازمه، وبسبب الجلسه العرفيه دي اللي باسم الاصول كانت نتيجتها موت ساره. حق ساره لازم يرجع تاني عشان موضوع بيت الرعب ده ما يتكررش مره تانيه، وان الاب والام هنا او هناك يعرفوا ان اولادهم مش عرايس خشب بيلعبوا بيهم ويمسكوهم بسلاسل، دول بشر وبني ادمين وليهم مشاعر. واتمنى ان احنا ما نشوفش الاشكال دي مره تانيه في حياتنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك عشان نشوف الفيديو الجاي الاسبوع اللي جاي. اشوفكم على خير.